A wise man once said No risk, no fun. اللهم صل على النبي. واللي علم الممثل اللي في الفيديو هو استاذ محمود البزاوي، اللي التراك متسمى على اسمه. المهم انزل اعمل لايك للفيديو لو مش تقديرا ليا، تقديرا لسانتا وابي يوسف يعني على الاقل، واشترك في القناه وفعل زر الجرس وكل الكلام ده، ويلا بينا. عملت درس جبت فيه شباب مشهورة، اعلمهم الاعراب طلعت كله بعين مكسورة. عملت درس جبت فيه شباب مشهوره، يعني كان بيدي درس لشباب مشهوره علمهم فيه الاعراب، يعني هو كان بيشرح لهم في الدرس ده الاعراب عادي، فطلعت كله بعين مكسوره. ودي بقى اول وورد بلاي معانا، طلعت كله بعين مكسوره يعني كسر عينهم كلهم، وفي نفس الوقت عشان هو بيتكلم عن الاعراب وكده فطلع العين مكسوره، اعراب العين يعني ان هي مكسوره. ركز في الصورة، وائل جمعة مش جسورة، مين سباك عمل لك بيت اصلك واقع من المزورة. ركز في الصوره، وائل جمعه مش جسوره. انا تخيلت مشهد كده ان في صوره فيها حد، فهو بيقول لك اللي في الصوره دي وائل جمعه مش جسوره، يعني مش وائل جسار، رغم ان مفيش اي شبه بينهم، فانا اكيد هعرف لو ده وائل جمعه او وائل جسار. بس هو بعدها بيقول مين سباك عمل لك بيت اصلك واقع من المزوره، بعيد عن ان هو بيتريق على البيتات بتاعتهم ان اللي عاملها اكيد سباك، بس رغم ان هو بيقول سباك المزوره، مزوره دي اللي هي بتاعت الترزي اللي بيقيس بيها، بس هو كان بيقول سباك، فانت هيجي في دماغك تلقائي ان هو ايه الماسوره مش مزوره. وورد بلاي برضه في كلمه مزوره. تشتي في الرابع واخدة جولة بين جدران مصانع، الفرق اللعبة مش تمثيل من قال انك مصارع. الفرق اللعبه مش تمثيل من قال انك مصارع، المصارعه بتبقى تمثيل، فالضرب اللي فيها ما بيبقاش ضرب حقيقي، فهنا بيقول الفرق اللعبه مش تمثيل مين قال انك مصارع، فبيقولوا لا هنا مفيش تمثيل، هنا انت تتضرب بجد. واخدني مراجع بكتب التاريخ وفعل مضارع، وكله قال ان اللي جاي حرفيا قروا الطالع. واخديني مراجع بكتب التاريخ وبفعل مضارع، يعني هو حاليا بيكتب التاريخ بيكتبه بفعل مضارع لان هو كان جامد ولسه جامد، وكله قال ان اللي جاي حرفيا قروا الطالع. وهنا في وورد بلاي في كلمه الطالع اللي هو عشان هو بيقول هو اللي جاي، فهو اللي طالع، هو اللي هيتشير، هو اللي هيبقى نجم. في نفس الوقت الطالع هي كلمه بيبقى مقصود بيها طالع الابراج او الطالع الفلكي، حاجه ليها علاقه بالدجل يعني، فاللي هو بيقول ان هم بينجموا، قالوا له حرفيا انت اللي جاي، وهو فعلا اللي جاي، فهو بيأكد على كلامهم بان هم قروا الطالع. موجود من زمان طفل نوتي في نوتي باد، انت بس الجزء الاول اسمك يا اسطى بوسي كات. كان لسه بيقول في البار اللي فات ان هو اللي جاي، ورغم كده بيقول هو موجود من زمان، فمش معنى ان هو اللي جاي ان هو مثلا جديد او زي ما ناس بتقول هو فنان صاعد، لا هو مش فنان صاعد، هو موجود من زمان. طفل نوتي في نوتي باد، هنا في وورد بلاي في كلمه نوتي. نوتي بمعنى وحش او شقي فاهم، ونوتي باد اللي هي نوت باد فاهم، اللي هي ملاحظه. ونوت باد تحديدا هو برنامج زي برنامج النوت بيتكتب عليه يعني، وانت بس الجزء الاول يقصد الجزء الاول من كلمه بوسي كات، فانت مش بوسي كات انت بوسي بس، يقصد الفنانه بوسي يعني، صفوا النيه. عمتي قلبه بطني، ايوه الحاجه انتي نال، ما بنعملش حساب لحد بس بنعمل للبيبال. هنا في وورد بلاي في كلمه انتينال. انتينال اللي هو البرشام ده لو خدناه على بعض، بس لو قطعناها انتي عشان كان بيقول عمتي فاهم، فانتي اللي هي من انت اللي هي عامه بالانجليزي، في نفس الوقت انتي فاهم اللي هو انتي يعني. ما بنعملش حساب لحد بس بنعمل للبيبال، يعني ما بيهموش حد، ما بيعملش حساب لحد، فده معنى. والمعنى التاني لو ما بيعملش حساب حرفيا، ما بيعملش اكونت لحد بس بنعمل للبيبال، يعني بيعمل حساب للبيبال، بيعمل اكونت للبيبال، والبيبال هي طريقه دفع، ايا كان هو المقصود ان هو يخلي فيه معنى تاني لكلمه بنعمل حساب. كلامكو سيكي ميكي تخطف مين يا عم ميكي، ده انتوا يا اسطى عيله بومه وامك راكبه ميتسوبيشي. الحته دي انا حاسس ان هي فيها نكشه لحد معين، بس انا مش عارف نكشه على مين، ومش عايز ومش عارف اهبد الصراحه، بس عموما ممكن ما يكونش فيها نكش خالص اصلا. والفكره كلها في البار في كلمه بومه. بومه هي الورد بلاي، ده انتوا وسط عيله بومه وامك راكبه ميتسوبيشي. الميتسوبيشي هي نوع عربيات، احد موديلاتها او مش احد موديلاتها يعني، هي ما بفهمش في العربيات عموما، بس بومه هو نوع من انواع عربيه ميتسوبيشي. كل مره بدي القيمه العالم في السما تساويشي، غناء سيد درويشي. هنا هو بيشتموا بغنى على طريقه سيد درويش فاهم، بس اللي بهرني فعلا هو الرايم، يعني انا مش متوقعه خالص بعد ميتسوبيشي، يعني كنت مستني بقى ها هتعمل ايه، هتجيب رايم على ميتسوبيشي ازاي. او سيد مكاوي استاذ محمود بالزاوي، ابعدوا عن النوع عشان في البيت مجنون غلاوي. كان بيقول غناء سيد درويشي او سيد مكاوي، الاثنين مغنيين او الاثنين ملحنين يعني. بعدها بيقول استاذ محمود بالزاوي اللي هو اسم التراك، يعني هو بيدي الريسبكت لاستاذ محمود بالزاوي، ما اعرفش ليه الصراحه، لكن ما اعرفش حد ما بيحبش استاذ محمود البزاوي. طب تعالى نطلع الخامس مدام منى، لا فلحته في راب ولا كتابه ولا في غنى. طب تعالى لي اطلع لي على الخامس مدام منى. عارف انت في اي مصلحه حكوميه بتروحها بيقول لك اطلع مدام منى في الدور الخامس، لا فلحته في راب ولا كتابه ولا في غنى، واضحه يعني اكيد.
يا شوية قلل يا سرير بملل محقق احلامي انا كونان. بص بقى البار الجامد ده، محقق احلامي انا كونان. هنا في وورد بلاي طبعا في كلمه محقق كونان، ومحقق اللي هو حقق يعني احلامه. شايفك واقف على الرك ودي مش ارض صلبه، مفيش صوب والهلع على عملت في مالطا. شافك واقف على الريك ودي مش ارض صلبه. البار ده معرفش ليه فكرني بالبار بتاع توتال، ركز على الجامعه احسن لك، موهبتك حيطه مايله. البارين ما لهمش علاقه ببعض انا عارف، ولكن انا افتكرت يعني قلت اقول لكم. ما علينا، كلمه واقف على الريك انا يعني حاسس ان هو يقصد بيها معنيين، ولكن مفيش اي دليل على الكلام ده. واقف على الريك اللي هو جاهز ومستني الريك بس، مستني ان هو يسجل بس، او واقف على الريك اللي هو معتمد على الريك، فاهم؟ ودي مش ارض صلبه، عايز يعمل وورد بلاي في كلمه واقف، فاهم؟ منفيش معرفش ايه موضع كلمه منفيش هنا، بس غالبا نقصد بيها ان هو ما بينفيش يعني. سمعنا الفكره في ان هو بيقول صابوا الهلع قلع ملط في مالطا. نبدا منين؟ نبدا من انترنال رايم الهلع وقلع، والانترنال رايم بيبقى ليه طعم ثاني خالص لما بيبقوا الكلمتين اللي بيرايموا بعض ورا بعض على طول. هي دي المالتز عشان بيقول مالط في مالطا. احنا كمان بنعرف نعمل وورد بلاي، ولا انت فاكر انت بس بتعرف تعمل وورد بلاي؟ فالمهم قلع مالط في مالطا واضحه يعني، الشارع ان هو وضحها. مالطا اللي هي جزيره مالطا يعني، قلع فيها مالطا عشان هي جزيره. عندي سوء تقدير في الفهم ومش شرط غلطه، مسيت بضربه بلطه وجيت طبطبت بطلع. بيقول لك عندي سوء تقدير في الفهم، اللي هو ما بيفهمش يعني، فاهم؟ ومش شرط غلطه، يقصد ان هو قصد مش بالغلط يعني. مسيت بضربه بلطه سلاح ابيض، وطبطبت بقى بالطلقه، فاهم؟ يعني سلاح مش ابيض. يعني بلاش ابي يبقى حنان عليك، لان حنيته بتبقى غريبه الصراحه. الزين تيجي نشير بس في كتابتي خاف من خفه ايدي كده. يعني ايه قبل الكلام دي؟ انا فلاح مش من هنا يا اخي. راعي ان انا بعمل رياكشن دلوقتي مش بحلل يعني، انا بحلل مش عارف احللها يا اخي. انت من زمان مش شطب زي السي دي بلاير، اساليبي غير مش شطشط زي السي دي كرير. بص بقى البارين الجامدين قوي دول. انت من زمان مشطب زي السي دي بلاير اللي هو شغل السيديهات، فاهم؟ طبعا مفيش حد بيستخدمه دلوقتي، ومش دلوقتي بس، من زمان بقى له فتره طويله قوي محدش بيستخدمه، محدش بيسمع اغاني على سي دي بلاير يعني اكيد. والمهم في البار اللي بعديه اساليبي غير مشطشط زي سي دي كرير. فالفكره هنا في الانترنال رايم اللي هو مشطب ومشطشط عاجبني قوي، وزي السي دي بلاير وزي السي دي كرير ده مالتي سيلابل، فواحد من اقوى بارات ابي يوسف الصراحه. والسي دي كرير هي منطقه في اسكندريه، وغالبا هي غاليه، لان لما بيبقى في مكان مثلا غالي بيقول لك ده مكان حراق، فاهم؟ اللي هو فلوسه كتير يعني. يعني غالبا برضو بيعمل وورد بلاي في ان هو حراق زي القريه دي ما هي غاليه، او المكان ده ما هو الشراء فيه غالي يعني، وفي نفس الوقت حراق اللي هو مشطشط. ليه يا رب خلقتني مشطشط؟ بمناسبه بقى الشطشطه، يا جماعه انا ماليش اخصام، انا اخصامي اللي بجد اللي فعلا ممكن ينافسوني بطلوا ينزلوا فيديوهات من 6 شهور. لما يرجعوا ينزلوا فيديوهات يبقوا قولوا لي، لكن غير كده دول ولادي، وخصوصا اللي بيعملوا فويس اوفر، فاهم؟ لان ايه الجديد اللي انت بتعمله؟ ما انت بتعمل نفس اللي انا بعمله. لما تبقى بتعمل حاجه احسن من اللي انا بعملها بقى تعالى قول لي بقى علي الكواليتي او تعليش الكواليتي. والشعر نفس الشيء مغيبين بالدون، ثابت على اي ارض زي كليب متلون. هنا في بار فلسفي من ابي يوسف بيقول لك الممنوعات والشعر نفس الشيء مغيبين بندون. مغيبين بندون دي تاني مره اسمع التراك، اكيد ما حفظتوش، بس اجزم لك واقسم لك ان البار اللي جاي مالت سيلابل، الكليم متلون. بص ما خلاص مش محتاج حد يكون فاهم او حد يكون بيتوقع الرايمات مثلا. بص هو بديهي اساسا عند ابي يوسف ان هو بيعمل مالت سيلابل، بس يعني الموضوع من كتر ما هو بقى عادي عنده انت بقيتش تنبهر بيه. ما علينا، الفكره في الممنوعات والشعر ان اللي بيتعاطوا الممنوعات بيبقوا مغيبين، واللي بيكتبوا شعر مغيبين برضه، او يمكن اللي بيحبوا الشعر هو المغيبين، مش عارف. المهم كريم المتلون هو السجاد اليدوي ده، فاهم؟ فهو بيقول ان هو ثابت على الارض زيه، هو بيبقى خشن قوي، فاهم؟ بيبقى ماسك قوي في الارض، فاهم؟ فهو بيقول ثابت على الارض زيه، فاهم؟ والشعر نفس الشيء مغيبين بالدون، ثابت على اي ارض زي كليب متلون. سيبك من اي حاجه، انا ميت من الضحك على ابي يوسف وهو بيعزف على البيانو. حرفيا انا والله ماسكه نفسك بس لو عايزه هنسيب هنزود، حبنا كان زي حسام وشيرين مساكبين من الاول. بص هنا بيقول ماسكه نفسك، وبعدها بيقول ايه؟ لو عايزه نسيب بعض، ولو عايزه نسيب نفسنا يعني. فورد بلاي في كلمه ماسكه ونسيب. حبنا كان زي حسام وشيرين مساكبين من الاول. حسام وشيرين، حسام ده ملحن تقريبا، ما اعرفش اسمه اصلا حسام ايه، بس ثانيه سيرش. حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب. دول انا مش متابع قوي الصراحه، ولكن اللي اعرفه ان هم بيطلعوا ويرجعوا تقريبا طلعوا 16 مره ورجعوا تاني، وما اعرفش بيقولوا ان حسام ده توكسيك وقصه كده يعني. فهو بيقول ان علاقتهم جميله زي علاقه حسام حبيب وشيرين. ولا انا بحرق ريب، اخواتي شبهي زي احمد بيش، اخصامنا احسن ناس بس لا دول. بص بقى البار الكريتيف قوي ده، بحرق راب اخواتي شبهي زي احمد داش. اخواته شبهه في الصفات يعني، في نفس الوقت شبهه حرفيا. عشان ايه بيقول زي احمد داش؟ لان احمد داش اخواته شبهه بجد، الشبه اللي بينهم مش طبيعي، او طبيعي يعني عادي. الاخوات انا بقول ايه؟ ريب اخواتي شبهي زي احمد بيش، اخصامنا احسن ناس بس لا دول كليب. مش حاسسها الصراحه، فاهم؟ حاسس ان هي واقعه يعني. اخصامي احسن ناس
بس لا دول احا كلاب. في ايه؟ مش حاسس المولت سيلابل هنا احسن حاجه، ولكن ما علينا نروح للبار اللي بعديه. عسل انا وما تسالش دافع في النحله كان، والحراره ودعتني قلت يا سلام. عسل انا وما اسالش دافع في النحله كام، هنا عايز يعمل وورد بلاي في كلمه عسل. عسل اللي هو دمه خفيف يعني او كده، في نفس الوقت عسل حرفيا ما تسالش دافع في النحله كام. بس انا مش فاهم البار يعني ايه عسل انا بس ما اسالش في النحله كام، يعني العطله عندي مره. النحله كان والحراره ودعتني قلت يا سلام، العين فيها حرف العين ماذا بعد. بس البار ده وبحراره ودعتني قلت يا سلام. انا وورد بلاي في كلمه بحراره ودعتني بحراره، اللي هو فاهم لما حد يودعك بحراره اللي هو يودعك قوي، فاهم يودعك، انت فاهم يعني ايه يودعك بحراره. المهم ان برضه هو خلاها لها معنى تاني اللي هو المعنى الحرفي، ودعته بحراره فهو اتلسع اللي هي العين فيها حرف العين ماذا بعد، خلقي ضيق وما كلش فزيته خان وسع. العين فيها حرف العين. بص انا اسف ان انا بنتقد للمره الثانيه في نفس الدقيقه، ولكن هي مش الورد بلاي دي سانتا عملها في اول التراك. عموما البار مختلف والمعنى مختلف، بس يعني فبتكلم في نقطه ان هي في ورد بلاي في كلمه عين. ما علينا. اما بعد خلق ضيق وده ما كلش زي التخان وسعت. وات بجد لا ثانيه مش فاهم حاجه. ماذا بعد خلق ضيق حلو وده ما كلش زي التخان وسعت، وسع خلقه الضيق يعني ايه وده ما كلش زي التخان وسعت. انا مش فاهم البار. طب خلينا نشتم بقى، فاهم ايه البار الخرا ده؟ ما كلش فزيته خان وسعته زول على دماغك نعل على كل حرف من كلامك كعب. اللي فهمته من البار ده ان هو هيضربه على كل حرف من كلامه بكعب الجزمه، فاهم؟ او ده اللي انا فهمته. ان قبلها بيقول له ايه تظل على دماغك نعل. ايه تظل دي؟ مش عارف. طب ثانية ممكن اغير العنوان بتاع الفيديو. رياكشن وتحليل تراك استاذ محمود البزاوي. اوف يا نهار ابيض ايه البار ده؟ اسميش احمد ولا عمرو بس جه السعد. بص بقى البار الجامد اللي بيقفل بيه التراك ده، ما اسميش احمد ولا عمرو اللي هم الاخوات احمد سعد وعمرو سعد، بس جه السعد. يعني رغم ان انا مش احمد سعد ولا عمرو سعد، بس جه سعد اللي هو انا سعد يعني عشان انا اللي هساعدها، فاهم؟ والله لها الشرف يا ابو يوسف. ما علينا. ده كان تراك استاذ محمود البزاوي. عجبنا قوي الكليب ان هو في سينما، واحنا فعلا كنا بنشوف فيلم رايق. ومبسوط قوي ان بقى فيه فيتشرز كتير ما بين سانتا وابو يوسف، لان هما بجد بيعملوا فيتشرز رهيبه من ناحيه القوه الفنيه. يعني قبل ما تسمع اي تراك لابو يوسف وسانتا انت متاكد ان تسمع تراك جامد. فما علينا. قولوا رايكم في التراك وقولوا رايكم في الكليب يعني فاهم، وقولوا رايكم في الفيديو. قولوا لي اي حاجه يعني فاهم، عبروني في الكومنتات باي حاجه. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتنضم سيرفر ديسكورد وتتابعني على الانستجرام. بشوف حسدوني يا اخي والله، بنسى انا بقول ايه اصلا في الاوترو. المهم ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد. سلام. انت متخيل يا مان ان انا سمعت تراك الساعه 6، الساعه 6 ونص بسجل، الساعه 7 بدات المونتاج، الساعه 8 الا ربع بكمل مونتاج قدام ماتش روما وفاينورد. يعني هات لي حد اسرع مني في المجال ده. لو الفيديو نزل متاخر شويه فده بسبب حاجه من الاثنين، اما ان انا دمجت مع الماتش شويه او بسبب شركه النت، مش مشكلتي عموما يعني. بس انا مش عايز اقول الاوترو تاني عشان لسه قايلها من شويه.